عليكم شيخنا الفاضل. حقيقة هذا يجرنا إلى قضية الرسائل التي ترد في الجوالات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعض الناس يأتي بأحاديث طويلة عجيبة ويكتب في آخرها أمانة أن ترسلها أو ارسلها إلى كذا وكذا، من أرسلها وقع له كذا وكذا، ستجد فرجا، ستجد نصرا. وتجد بعض الإخوة من العاطفة يتأثرون بمثل هذه العبارات ويرسلونها إلى عدد أكبر، والعدد الأكبر هذا يتطور. التوجيه أحسن الله إليكم في مثل هذا بالنسبة للمرسل وبالنسبة للإنسان الذي يستقبل مثل هذه الأمور. أولا يا أحبابي، الذي ينشر الكذب كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا يا أحبابي لا يجوز لنا أن ننقل الإنشاء وننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير معرفة علم بصحتها وبأنها توافق أصول الشريعة. فيا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن الإنسان إذا نقل شيئا كذب منسوب إليه صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا إخواني، صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. هذا صحيح. لماذا؟ لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كذب في الرسالة. إذا قلت قال الرسول فأنت أدخلت وحي من عندك. ما يجوز يا إخواني. الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن ما يقاس على ذلك أيضا بعض الناس الآن إذا جلس لين يحسب ينسب على المشايخ، يقول: سامعنا ابن عثيمين، سامعنا ابن باز، سامعنا عبد العزيز الشيخ، سامعنا فلان يقول كذا. وبعض الشيبان يقول: أنا سمعت الشيخ ابن عتيق، الشيخ ابن العنجري، الشيخ مثلا أنا سمعت يقول كذا، وجدي يقول كذا. يا إخواني، ما يجوز الكذب على المشايخ، لأن الكلام اللي تنسب إلى المشايخ الناس يفهمونه منسوبا إلى الشريعة، منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أيضا أن ننسب إلى المشايخ شيئا نعلم أنه كذب أو شيئا لا نتأكد من صحته. لا يجوز يا أحبابي مثل هذا الأمر. ترى المسألة ليست سهلة. بعض الناس يجي يسولف ويقوم يجيبها منا ودنيا وهو يقع في الإثم. أحيانا الإنسان يقول كلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تهوي به في النار في قعر جهنم. لماذا؟ لأنه يقول كلام وينسبه للشريعة والشريعة بريئة منه. نعم.